مساء الخير والعافية على كل متابعي قناة مطبخ مجنات، ورجعت لكم بفيديو جديد. طريقة عمل القريب، طريقة ناجحة 100% بمقادير متوفرة بكل بيت، والنتيجة روعة حتى أطيب من الجاهز. يلا وياي خلينا نشوف المقادير. أنا عندي بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، راح أضيف عليها فانيلا ملعقة كبيرة، وبعدين راح أضيف السكر. بالنسبة للسكر هنا راح أضيف 4 ملاعق طعام، مثل ما تشوفون بهذا الشكل، ما مملوءة كلش، 4 ملاعق فقط. وبعدين ضفت ربع كوب من الزيت. هنا لما ضفت الزيت راح أبدي أخلط وأحرك كل زين إلى أن يذوب السكر. تقدرون تخلطوه بالخلاط اليدوي مثل ما أنا سويت، وتقدرون تخلطوه بالخلاط الكهربائي، هذا شيء اختياري. هنا أنا ضفت كوب وربع من الحليب السائل. إذا ما عندكم حليب سائل، هنا أنا ما كان عندي متوفر، ضفت 4 ملاعق حليب باودر وكوب وربع مي. وهنا أنا راح أضيف أيضا كوب وربع من الطحين. راح أخلط كل الزين مثل ما قلت لكم، تحبون بالخلاط الكهربائي تحبون باليدوي، بس لازم نخلط كل الزين حتى ما يبقى أي تكتل. وهنا العجينة السائلة صارت عندي جاهزة وما بها أي تكتل. راح أخذ طاوة تيفال كل الزينة على مود تطلع النتيجة حلوة. راح أمسحها بالدهن، كلش دهن، أخلي قليل زيت. وبعدين راح أبدي أخذ قياس معين. أنا أخذت قياس مغرفة، وراح أضيف كل القياسات بالمغرفة بهذا الشكل، وأبدي أحرك الطاوة مثل ما تشوفون حتى كلها تتوزع العجينة السائلة بكل الطاوة. وراح أخليها على نار مثل ما تشوفون، نار متوسطة أو أقل من المتوسط. هنا أنا خليتها على النار، شوفوا بدأت تطلع الفقاعات، وأتركها إلى أن أشوف الحافة صار لونها تغير. يلا أبدي أقلبها، شوفوا هسه لونها تغير، راح أبدي أقلبها. وبهذه الطريقة راح أسوي كل الكمية اللي عندي. وهاي صارت عندي جاهزة من الجهتين، وراح أرفعها هذا الشكل الثاني، الوجه الثاني، وراح أرفعها من الطاوة. وأيضا راح أسوي مرة ثانية واحدة قدامكم. هنا أنا أيضا خليت قليل من الزيت ومسحته، وأخذت نفس الكمية ونفس الطريقة، وأخلص كل الكمية اللي عندي. هنا أنا راح أخذ ملعقتين طعام من النوتيلا، وراح أضيف لها قليل من الحليب. ضفت عليها ملعقتين طعام من الحليب السائل. هنا أنا هاي الملعقة الثانية، وبكيفكم عندكم حرية الاختيار، تحشوها بالشيء اللي انتو تحبوه واللي يعجبكم. هنا أنا هسه حتشوفون خلطته كل الزين، وهذا يكون قوامه لا هو ثخين كلش ولا هو سائل كلش، هذا يكون قوامه بهذا الشكل. هسه راح نشوف الكمية اللي صارت من القريب. هاي كلها صارت عندي هاي الكمية، كمية حجمها طبعا كلش حلو مو صغير، وطلعت عندي هاي كليتها. وهاي يكون شكلها من الطرف من الوجهين، هذا يكون شكلها ولونها وكلش مستوية، والطعم كلش طيب. هنا أنا شلون راح أسويها؟ راح أخذ وحدة وقلبتها بهذا الشكل، هيك صارت تقريبا نصف دائرة، وخليت عليها قليل من النوتيلا، مسحته، وراح أخليها مثل هذا بهذا الشكل رول، ويكون هذا يكون شكلها. وانتو براحتكم تقدرون تحشوها وتسووها بالطريقة اللي تعجبكم وبالطريقة اللي تحبوها. اللي دا يتابعني ووصل وياي إلى هنا، لا تنسون اللايك والاشتراك والتعليقات الحلوة اللي تشجعني أنزل فيديوهات أكثر وأكثر. وهنا أنا سويت كل الكمية اللي عندي، وهذا يكون شكلها النهائي. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. إن شاء الله ألتقيكم بفيديو جديد ووصفة جديدة، وأترككم في أمان الله.